حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة، مسرحه هذه المرة مدينة سان برناردينو الواقعة شرقي لوس أنجلوس. الرئيس أوباما أعلم بالحادث الذي وقع في منشأة حكومية تعنى بمساعدة ذوي الإعاقة ومن يعانون من مرض التوحد والإعاقة العقلية. وقد خيمت حالة من الذعر في المنطقة التي طوقتها قوات الأمن بعد أن تبين أن هناك أكثر من مسلح يشتبه في أنهم من أطلقوا النار، فأصابوا ما لا يقل عن 20 شخصا توفي بعضهم. وتعتبر هذه المنشأة الطبية من الأكبر من نوعها في الولاية. والمثير لريبة سلطات الأمن أن منفذي الهجوم كانوا مدججين بالسلاح ويرتدون سترات واقية من الرصاص. وما زاد من الوضع تعقيدا الأنباء التي أوردتها بعض قنوات التلفزة المحلية عن قيام قوات مكافحة المفرقعات بإبطال مفعول ما يعتقد أنها قنبلة، وهو ما استدعى إجلاء سكان المنطقة وإبعادهم عن مسرح التطورات. ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من قيام مسلح بقتل 3 أشخاص وجرح 9 آخرين في عيادة في كولورادو سبرينغز، كما يأتي بعد شهر تقريبا من قيام مسلح آخر بقتل 9 أشخاص في كلية في أوريغون. وفي يونيو قتل مسلح أبيض 9 مصلين من السود في كنيسة في ساوث كارولاينا.